فتعالى يلا بينا كده نتعلم نشوف كيف نكتب الباراجراف مع بعض ونحدد النقاط الصعبة علينا ونحاول نحلها. وانا عارف ان في مشكلة مهمة وبتيجي في دماغك اللي هو يا مستر انا ما بعرفش تجيني افكار او ما بتجينيش افكار او ما بعرفش اكون جملة او ما بعرفش اكتب جملة. تعالى وانا هقول لك هتحلها ازاي. بص يا سيدي، اول حاجة احنا لازم نشوف الباراجراف ده بيتكون من ايه. تعالى بس نرسم رسمة بسيطة خالص. افتكر ان انت مثلا جعان، فده ايه ده؟ بالظبط ساندوتش. طيب خليني اسالك سؤال، هل ينفع ان انت تاكل الساندوتش الطبقه دي والطبقه دي وما تاكلش دي؟ ما ينفعش. طب هل ينفع تاكل الطبقه دي ودي وما تاكلش دي؟ برضه ما ينفعش. طب ينفع تاكل الطبقه دي بس وتسيب دي وتسيب دي، يعني تاكل الحشو بس وتسيب الاثنين؟ لا انت كده هتبقى طفس. خلاص اتفقنا؟ فاحنا هنا ما ينفعش، فاحنا لازم ناكل جميع الطبقات دي. طب خليني اسالك سؤال، ايه الطبقات اللي انا اقدر اكررها؟ بالظبط انا اقدر اكرر الحشو، ممكن اخليها طبقه واحده، ممكن اخليها طبقتين، ممكن اخليها ثلاثه وهكذا. تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف الباراجراف. ايه علاقه الرسمه دي بالباراجراف؟ الباراجراف زي الرسمه دي. ازاي؟ يعني انا عندي فيه طبقتين مهمين جدا لازم اكتبهم، والطبقه اللي في النص ازود فيها براحتي. ايه هما الطبقتين المهمين جدا؟ الطبقه الاولانيه دي اسمها التوبيك او الانترودكشن، او زي ما احنا بنقول عليها الانترو. كلام جميل. وده عباره عن جمله ببدا بيها، ومش اي جمله ببدا بيها. خلي بالك احنا هنشوف ايه الدنيا هترسم معانا على ايه وكيف هنكتب الانترو. طيب واللي في النص ده اسمه ايه؟ اسمه البادي. البادي باراجراف، جسم الباراجراف. واللي في الاخر ده اسمه ايه؟ اسمه السمري. يبقى انا كده الباراجراف بيتكون من عندي من كام حاجه؟ 3 حاجات. الله ينور عليك. اول حاجه اسمها الانترو المقدمه، ثاني حاجه البادي، ثالث حاجه السمري. طيب يا سيدي صلى على النبي. تعالى بقى ناخد جزئيه جزئيه ونشوف احنا هنكتب ازاي انترو وكيف هنكتب البادي، او هتجيلنا الجمل ازاي ونكتب البادي، وتجيلنا جمل ازاي ونكتب السمري. طب يلا يا سيدي ناخد جزء جزء. اول جزء معانا هو الانترو المقدمه. طب يا مستر هو المقدمه دي بتتكون من ايه؟ احنا خلاص قلنا اول حاجه انترو، ثاني حاجه بادي، ثالث حاجه سمري. تعال نتكلم عن الانترو. بص انا عايزك لما تيجي تكتب الباراجراف عايزك تكون محرر صحفي. بالظبط زي ما انت سمعت، محرر صحفي. يعني ايه؟ يعني انت بتكتب نص، انسى الامتحان، انت عايز القارئ يكمل قرايته للنص ده، مش ان انت بتقضي غرض وبتكتب جملتين وتخلص نفسك. لا انا عايزك تخلي او تجبر القارئ ان هو يكمل النص ده. كلام جميل جدا. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو جيت قلت لك اتكلمني عن التليفون، حلو، وقلت لك اكتب لي مقدمه، فانت بقى قاعد تطير كده وتقول لي التليفون فيه مميزات كثيره جدا كذا كذا كذا. لا معلش انت كده غلطان. غلطان، لان انت كده كده من اول كلمه القارئ هيقراها هوب هيقلب. اعتبر نفسك ان انت بتبيع جرايد والمقال ده مقالك. هل ينفع تهبط فيه على طول كده، ترزع فيه الموضوع ده على طول؟ لا ما ينفعش. فاحنا هنمشي اول حاجه هنكتب الانترو. الانترو ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها هوك. بالظبط هو اللي جه في دماغك. الهوك اللي هو الخطاف. انت بتجذب انتباه القارئ، بتجذب انتباهه، مش بتديله الحاجه اللي هو عايزها. يعني ايه؟ يعني انت بتتكلم عن الموضوع بشكل جنرال، كلام جميل، تتكلم عن الموضوع بشكل جنرال، لكن يعني بتشير للموضوع لكن مش بتخش على الموضوع على طول. ازاي؟ زي مثلا لو جينا نقول مثلا today، اليوم، we have، لدينا a lot of invention. اليوم لدينا العديد من الاختراعات such as، زي ايه؟ زي التيفيز. وايه كمان؟ وحط معاك مثلا كمبيوترز، وحط معاك كمان فونز. خليني اسالك سؤال، هل انت عرفت انا هنا بتكلم عن ايه؟
او انت كقارئ عرفت ان انا بتكلم عن ايه؟ هل انا بتكلم عن التيفيز ولا الكمبيوترز ولا الفونز؟ انت عرفت؟ لا ما عرفتش. فانت كده مضطر ان انت تكمل قرايتك للموضوع علشان تعرف انا بتكلم عن ايه بالظبط. شفت انا خليتك اسحبك كده، خطفت انتباهك عشان تعرف انا بتكلم عن ايه في الموضوع. فانا كده اجبرتك ان انت تكمل قرايه للنص او تنزل على السطر اللي بعده، وده الغرض. انا قلت لك خليك تكون رئيس تحرير، انت مهتم ان القارئ يكمل قرايته للنص بالظبط. طيب حلو قوي الكلام ده يا مستر. خلاص كتبنا الجمله دي. انا ممكن اكتب ايه تاني في الهوك؟ تمام، ممكن اكتب general information، معلومه عامه، لكن ما اخشش دب على طول عن الموضوع. ما اخشش ان انا مره واحده اقول لا ده كذا، ده التليفون فيه مميزات كذا، ده فيه عيوب كذا، ده فيه كذا، ده فيه كذا. لا، ابدا ايه، ادي شويه سسبنس. ممكن اكتب انفورميشن، يعني مش شرط جنرال انفورميشن، ممكن اكتب انفورميشن. وعلى فكره الانفورميشن اللي انا هكتبها ممكن تكون صح، ممكن تكون غلط. ما هو انا مش هبحث وراك، ما انا مش هبحث وراك المعلومه دي صح ولا غلط. المهم انت اجذب انتباهي، اجبرني ان انا ايه، انزل اكمل قرايتي للنص. هو ده الغرض الاساسي. طيب تعالى بقى نخش على الجزئيه الثانيه اللي هو البودي. تعال نشوف البودي ده بيتكلم او بيتكون من ايه. البودي باراجراف ده انا بكتب فيه الحاجه اللي انا عايز اقولها، اللي هو انا بكتب فيه مثلا لو قال لي اكتب ادفانتجز او ديس ادفانتجز او بروس اند كونز بتاعت الموضوع اللي انا بحكي فيه. كلام جميل يا مستر. طيب السؤال الدائم، ما بعرفش اكون جمل او ما بتجينيش افكار او ما بعرفش اكتب البودي او ما بعرفش اكتب الجمل. سهله جدا، ركز معايا، صلى على النبي. اول حاجه انا عندي ايه؟ انا دايما بعمل الحركه دي، ان انا برسم سحابه بسيطه خالص 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 كده، وبكتب فيها الموضوع اللي انا عايز ايه اتكلم عنه. فانا هنا النهارده عايز اتكلم عن الفونز. حلو، وافكر بالعربي. ايه مميزات التليفون؟ والله يا مستر انا التليفون بلعب عليه. حلو، ابقى بلاي. ايه تاني؟ والله يا مستر انا التليفون بتفرج عليه فيديوهات بقى وافلام والكلام ده. ماشي، يبقى ووتش. والله يا مستر انا التليفون مثلا بتكلم فيه مع الناس. حلو، عرفت تكتب كوميونيكيشن، ماشي. ما عرفتش اكتب كول. شوف انا بجيب لك اسهل حاجه. والله يا مستر انا باخد صور بالتليفون. جميل، تيك بيكتشر او تيك فوتوز. كلام جميل. طب والله يا مستر انا التليفون بحب اسمع عليه اغاني، عليه قران، عليه اي حاجه. ماشي، يبقى لسن. طيب يا مستر والله انا بحب التليفون علشان بيساعدني في المذاكره او بيساعدني في الدراسه. ماشي، يبقى نقول study او learn او learn. حلو قوي. كل الكلمات دي انا بعتبرها key words. يعني ايه key words؟ كلمات مفتاحيه. كل كلمه من الكلمات دي هتساعدني ان انا اكون جمله. ازاي؟ وبص خلي بالك برضو، عشان عايز اقول لك على حاجه. انت ممكن، انا عايزك يعني لو احترت خالص كون لي ابسط تكوين للجمله. يعني تكوين الجمله الطبيعي عندي فاعل subject verb object. يعني بص، لو جيت قلت لي انا مثلا use استخدم I use phone، استخدم التليفون to call عشان اتكلم. بس ابسط تكوين للجمله اهو زي ما انت شايفه. خلاص انا مش هقدر اقول لك عليها غلط، لكن احنا عايزين نعلى بالليفل شويه. خلاص لو احترت خلاص اعمل لي ابسط تكوين للجمله. فانت كل كلمه من الكلمات دي يعني هتساعدني ان انا اكون جمله. ابدا اخد حاجه. ادي call I use phone to call. watch ايه؟ I مثلا I always، انا دايما watch
films on phone. بسيطة وسهلة خالص. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ watch. مثلا play نقوله ايه؟ مثلا take photos. I always take photos by my phone. Listen. I prefer to listen music on my phone. اي حاجة. فانا كده بالظبط خدت كل كلمة وحطيتها في جمله. طب ايه اللي ساعدني ان انا اكون الجمل دي؟ الكي ووردز، لان كل كلمه بتدل على، يعني كل كلمه بتدل على جمله بتقول لك الجمله دي مناسبه معايا. كلام جميل. يبقى احنا كده حلينا مشكله ايه؟ الانترو بيبقى عباره عن جمله او جملتين بشكل عام. انا مش بخش على الموضوع على طول. مميزات التليفون. كلام جميل. وبعد كده بكتب البادي، بعمل الطريقه دي عشان تريحني. حلو. طيب تعالى بقى نشوف الكونكلوجن او الخاتمه. بكتبها ازاي؟ سهله جدا. اوعى تاني مره تكتب الخاتمه بدون ما تكتب الكلمات دي. finally او in summary او in conclusion او to sum up أو in summary. احنا قلنا summary, finally, in conclusion, to sum up أو in the end. كوما. تمام. فأنت لازم تكتب لي في الأول كلمة من الكلمات دي. طب ليه يا مستر لازم اكتب كلمة من الكلمات دي في الأول؟ ليه؟ ببساطة أنا كقارئ هعرف منين إن أنت ختمت الباراجراف بتاعك أو ختمت الجزئية اللي أنت كاتبها. أول ما ألمح حاجة من دول، لمحت حاجة من دول، خلاص أنا عرفت إن أنت كده بتختم. وخلي بالك برضو جزئية مهمة، إن أنا معظم المصححين، مش عايزين نقول الكل، بيبصوش غير على المقدمة والخاتمة. لا كاتب مقدمة محترفة وبص كده لقاك كاتب خاتمة محترفة، بس كده اقول لك بس الواد ده فاهم الدرجه النهائيه ان شاء الله. طيب احنا كتبنا واحده من دول، بعد كده اكتب ايه؟ هتكتب رايك. اول حاجه هتذكر في الموضوع رايك، تمام، وجهه نظرك. وتاني حاجه تذكر مثلا نصيحه. وتالت حاجه اللي هي الاهم واللي هي المفروض تتذكر الاول من الاثنين دول، اللي هو تقول انت كتبت عن ايه، بس اوعى تكتب لي نفس اللي انت كتبته في البادي. لا انت تقول لي انت تحدثت عن ايه. ده اول حاجه. يبقى اول حاجه انت تحدثت عن ايه. تمام. تاني حاجه اللي انت هتكتبه في ان انت تحدثت عن ايه، لازم تكتبه في صيغه الماضي. لازم تكتبه في صيغه الماضي، لان انت هتقول انا تحدثت، مش لسه سوف اتحدث. يبقى انت كده اوريدي خلصت، يبقى ده انا بتكلم في صيغه الماضي. كلام جميل. مثال هنقول ايه؟ to sum up I، مش هقول talk، I talked، ماضي اهو، I talked about phones and in my opinion، من وجهة نظري the phone is very important. مثلا ادي حاجه بسيطه جدا. طيب يا مستر، قلت له قول. قال لي اكتب ايه تاني؟ قال لي بس انت كتبت ايه؟ رايك، وكتبت انت تحدثت عن ايه، واتكلمنا برضو في صيغه الماضي. وبعد كده ممكن تدي ايه؟ نصيحه. إيه مثلا we should use phone on the right way، يعني في الطريق ايه؟ او بالطريقه الصحيحه. كلام جميل، كلام جميل ان شاء الله. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن ان احنا عندنا في مقدمه، في موضوع، في خاتمه،
المقدمه لازم يبقى فيها هوك جنرال انفورميشن، والموضوع عرفنا ان احنا هنعمل طريقه السحابه دي ونطلع افكار، والخاتمه في الاخر خالص هنكتب فيها احنا اتكلمنا عن ايه. ولما نقول احنا اتكلمنا عن ايه لازم نتكلمها بصيغه الماضي، ورايك ونصيحه، ولازم تسبق لي بكلمه من الكلمات دول. اعتقد الموضوع سهل. احنا على فكره ده ليفل 1 في كتابه الباراجراف، يعني ليفل 1 لسه ما اتطورناش لقدام خلاص. بس خلينا نفك عقده كتابه الباراجراف بالجزئيه البسيطه دي. لسه هينزل لك فيديوهات تانية، خلي بالك. طيب احنا كده خلصنا الجزئيه بتاعتنا، وان شاء الله هينزل لك امتحان. حاول على قد ما تقدر اكسرسايز كده بسيط تحل الباراجراف ده وتبعته لنا على ارقام الواتس. حاول تحل وتبعته لنا على ارقام الواتس، واحنا هنصححه لك ونقول لك دي مشكلتك، دي كويس ده، وهكذا. الامتحان هيبقى على المنصه. بس كده، والسلام عليكم.